عاجل، تمت الصفقة، جواو كانسيلو لاعبا في برشلونة. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ بالتفاصيل، ما رأيك بصفقة كانسيلو إلى برشلونة؟ شاركونا بالتعليقات. اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي، وذلك بعد دخوله في مفاوضات متقدمة مع النادي الإنجليزي الذي وافق على اقتراح الإعارة. وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن خورخي مينديز وكيل أعمال جواو كانسيلو نجح في إقناع إدارة السيتيزنز بالموافقة على إعارة موكله إلى برشلونة بعد أن كان النادي يشترط أن تتم الصفقة بطريقة البيع النهائي. ولفتت إلى أن برشلونة بدأت اتصالات رسمية مع السيتي معتمدا على العلاقة الجيدة بينهما، ويبقى تحديد سعر نهائي للإعارة وخيار الشراء. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة ومانشستر سيتي دخلا في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، وتبقى فقط أن يتفاهمان على التفاصيل المالية لصفقة الإعارة والتي ستتضمن بند شراء إلزامي في نهاية الموسم. وأضاف التقرير أن البارسا يتوقع وصول كانسيلو خلال اليومين القادمين، ورغم أن النادي يرفض اعتبار الصفقة منتهية لكن كل شيء يشير إلى أن اللاعب في طريقه للعب تحت قيادة تشافي هرنانديز. واختتمت رغبة كانسيلو كانت مفتاحا لفتح المفاوضات، والنادي الكتالوني يريد إغلاق الصفقة هذا الأسبوع وعلى أقل تقدير بداية الأسبوع المقبل. جدير بالذكر أن برشلونة يحظى بعلاقة جيدة مع مانشستر سيتي من شأن أن تسهل المفاوضات بينهما بشأن البنود المالية، خصوصا أنه لا يوجد طرف آخر في الصفقة بعد انسحاب الأندية السعودية. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.